في مونتير اسمه صلاح عبد الرزاق، عمل شركة إنتاج اسمها بيراميدز وحب ينتج فيلم، فجاب سمير غانم وفاروق الفيشاوي ومديحة كامل وليلي علوي واتفق معاهم على فيلم. وفي يوم المنتج دخل على سمير غانم في أوضة اللبس بتاعه وقال له: يا أستاذ سمير، مش عاجبني اسم الفيلم. فسمير قال له: معلش، أصل تجيبها كده تجيلها كده هي كده. فالمنتج قال له: الله يا عبقري، أنا هسميه كده فعلا. فسمير قال له: تسميه إيه؟ قال له: هسميه تجيبها كده تجيلها كده هي كده. وسمير أصلا كان قصده يشكر في اسم الفيلم القديم، ولو شفت الفيلم 100 مرة مش هتفهم إيه علاقة الفيلم بالاسم. بس الفيلم ده فيه كمية ضحك مش طبيعية من العظيم إبراهيم سعفان ووحيد سيف وسمير غانم، يخلوك متبطلش ضحك طول الفيلم. طبعا انت شفت الفيلم مشفتوش؟ يا بختك، روح اتفرج عليه. وطبعا انت هتسألني ايه الاسم القديم، هقولك والله ما أعرف.